أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. في إحدى الحلقات الماضية كنت حكيت على أسطورة تونسية، على لاعب كبير اللي هو الطاهر الشابي، اللي قال عليه سي أحمد المغربي ان دي ميور جوور او موند، من أفضل اللاعبين في العالم مش فقط في تونس. والناس اللي حضرت عليه واللي تتفكروا قالوا إنه لاعب غير عادي، لاعب ممتاز. وقال عليه حتى طارق ذياب على لسان المعلق رؤوف خليف، قال انه لو كان جاء في وقتنا الحالي راهو لعب في ريال مدريد قبل كريستيانو، ولعب في برشلونة قبل ميسي. هذا هما شو ما يقولوا العباد القديمة، الجيل اللي قبلنا، يعني لعب أسطوري بدون نقاش. وكان تركز شوي زاد في كلام رؤوف خليف، قال هو ونور الدين ديوة، ربي يطول في عمره. لكن للأسف نور الدين ديوة كان توفى سنة 2020، الله يرحمه، لأنه تجيل عادي جدا قديم. طارق ذياب ويسمع فيا قال لي طاهر الشيبي من عالم آخر. قال لي طاهر الشيبي لو كان جاء الآن يلعب في تونس يلعب في ريال مدريد قبل رونالدو، ويلعب في برشلونة قبل ميسي. هذا كلام يعني موثوق. الناس اللي عاصرت طاهر الشيبي الله يرحمه يعني منبهرة لليوم والغدوة. نجمش يعني كما تقول انت طاهر الشيبي يعني تحطه في فريق في كوكب آخر، هو ونور الدين ديوة ربي يطول في عمره. ثم ناس يعني ما عشناهمش، احنا عاشوهم ابائنا، اما يحكوا عليهم طريقة يعني قلت لك طارق ذياب امبراطور الكرة في تونس يحكي بالطريقة هذه. ونور الدين ديوة كذلك أسطورة كبيرة في التاريخ التونسي، والناس اللي تتفكر وحكيت عليه الكل أجمعوا أنه لاعب غير عادي. الله يرحمهم الكل، الله يرحم من طاهر الشيبي ونور الدين ديوة وكذلك سي أحمد المغربي. وفيديو اليوم باش نحكيو على اللاعب نور الدين ديوة. اسمه الحقيقي نور الدين بن أحمد، ولد في 26 فبراير 1937 وتوفى في 20 أبريل 2020. ترعرع في الحي الشعبي رحبة الغنم، وبرز منذ شبابه المبكر من خلال مشاركته في المباريات بين الأحياء، حيث لفت الأنظار بموهبته. أمضى أول رخصة رياضية ليه مع فريق الترجي الرياضي التونسي، وبرز في صفوف الأصناف الشابة في موسم 53-54. وبسبب الأحداث السياسية والحرب تم توقيف البطولة التونسية. وقتها انتقل نور الدين إلى فريق الاتحاد الرياضي التونسي الذي كان يرأسه ويضم في صفوفه لاعبين تونسيين يهود، وما توقفش نشاطه وشارك في بطولة شمال إفريقيا. انتقل نور الدين إلى الجزائر ليلعب مع الULT مستخدما رخصة مزورة باسم بيسموت. وقت رجع لتونس توجه بعض مشجعي الترجي إلى رئيس النادي آنذاك سي شادلي زويتن لإبلاغه بالأمر، فاستدعى سي شادلي زويتن اللاعب نور الدين بن أحمد وطلب منه مغادرة الترجي، قائلا له: ايش بيك تحسب في روحك ديفا أي نجم كبير؟ لم يفهم نور الدين المقصود، فاشتكى به إلى أحد مسؤولي الترجي آنذاك الحاج علي عراق، قائلا باللهجة العامية: السب في وجهي وقال لي ديوة. ومنذ ذلك اليوم أصبح يعرف باسم نور الدين ديوة. يعني نور الدين بن أحمد هو الاسم الحقيقي متاعه. وقت اللي تقابل مع سي شادي زويتن قال له: اش تحسب روحك ديفا؟ نور الدين وقت الشاب صغير وسمعها ديوة، مشى يشتكي به احد مسؤولين الترجي الرياضي التونسي، قال له: راهو قال لي ديوة. من وقتها والى يوم الناس هذا اصبح اسمه نور الدين ديوة. في الوقت هذاك سي حمادي بن سالم اسمع بالحكايه، اللي هو الصهر الباهي متاع تونس في هذاك الوقت، مشى لنور الدين ديوة واقترح عليه دراجة فيسبا حسب ما تقول بعض المصادر بالطبيعة، وقال له: اجا العب معنا في الملعب التونسي. وللتأكيد على أنه كان أفضل لاعب في تلك الحقبة، لعب مع الملعب التونسي من 55 ل 62، والفترة هذيك تعرفت بالجيل الذهبي للبقلاوة. وكان نور الدين يغير مجرى المباراة لوحده، سيطر الملعب التونسي في تلك الفترة على الألقاب المحلية، وتألق نور الدين وتوج ب8 ألقاب بين كاس وبطولة. وفما زاد رواية تقول اللي في الوقت هذاك فما ناس مشات لحبيب بورقيبة اللي هو وقتها رئيس الجمهورية، وقالوا له: راهو فما ملاعبي راهو محبوب الشعب والناس الكل تحبه، اسمه نور الدين ديوة، وراهو ممكن يكون خطر على شعبيتك وينجم يكون حتى خطر على عرشك. مشات برشا عباد نصحت نور الدين ديوة، قالوا له: برا راهو الحكاية وصلت للرئيس وفك عليك برا، امشي شوف ألعب الكورة البرا من تونس. وفعلا نور الدين ديوة سافر لفرنسا وبقى يترنى 6 شهور كاملة مع فريق كان، لكن بدون أوراق. وفجأة فما فريق انتدبوا اسمه ليموج، وظهر نور الدين ديوة بمستوى مميز جدا بعد ما لعب مع الفريق لمدة 6 سنوات بين 62 و 68، حتى وصفته صحيفة ليكيب الفرنسية بكوبا الصغير تشبيها له بالنجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد السابق في الوقت هذاك رايموند كوبا. بعد عودته من الاحتراف سنة 68 لعب ضمن صفوف الترجي لمدة موسمين، وحب يرجع للاستاد لكن طلباته المادية حالت دون ذلك قبل أن يقرر الاعتزال عام 70.
وجدير بالذكر اللي ديوا تميز بالسرعة والمهارات العالية والقدرة التهديفية، كان أحد عناصر المنتخب التونسي اللي شارك في أولمبياد 60 لأول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية. وخاض نور الدين عدة تجارب تدريبية مع عدة أندية تونسية بين 71 و 80، واعتزل التدريب في سن مبكرة نوعيا 43 سنة. ان شاء الله عجبتكم حلقه اليوم، ان شاء الله عجبكم الفيديو. نور الدين ديوا اسطوره من اساطير تونس اللي للاسف ما تحكيش عليها برشا في الاعلام. نفس الشيء مع سي طاهر الشيبي، الله يرحمهم الاثنين. وما تنساش كالعاده باش تبارتاجي الفيديو، تعمل فولو زاد كرك اول مره تتعدى على القناه، والى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم.